عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الشيخ خالد بن طناف المنهالي، كبار الشخصيات في مختلف المجالات من شتى بقاع الدولة، طلابنا المميزون، الحضور الكريم، أهلا بكم في الدورة الثانية لجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للتفوق العلمي. تكمن أهمية هذه الجائزة في قدرتها على خلق بيئة تحفيزية إيجابية لدى الكثير من الطلاب والطالبات المقبلين إلى المرحلة الجامعية. وتعتبر هذه الجائزة مبادرة تعليمية أطلقت في العام الماضي لتشجيع الطلبة والطالبات على التميز وتعزيز روح المنافسة، حيث كانت فكرة انطلاق الجائزة مستمدة من توجه الدولة وقيادتها الرشيدة بالاهتمام بالعلم والتعليم وخلق الروح التنافسية للوصول إلى أعلى المراتب، وبناء على منطلق وحرص راعي الجائزة على خدمة الوطن والمواطنين وأخص فئة الشباب والشابات. قد بارك سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه فكرة الجائزة، ووجه بدعمها حتى صارت الفكرة واقعاً مشرف. والآن وفي السنة الثانية قررت الأمانة العامة للجائزة التوسع لتصبح على مستوى الدولة، فقد قامت بزيادة فئات المكرمين ورفع قيمة الجوائز على أمل أن تترك الجائزة أثراً إيجابياً في نفوس الجميع. وهذا ليس غريباً على دولتنا الحبيبة، إذ تعودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة كرم شيوخها ورعايتهم المستمرة للفعاليات المهمة. أما الآن حضورنا الكريم، أترككم مع هذا العرض الصغير.
قد تكون هذه دقائق معدودة أو دقائق بسيطة شاهدناها من خلال هذا العرض تظهر أهمية التعليم وأهمية التعليم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة والدور الفعال الذي يلعبه قادتنا الله يحفظهم في بناء جيل واعي يحثونه على التعليم. يشرفني الآن أيها الحضور الكريم أن أدعو إلى المنصة راعي الجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معالي الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أصحاب السعادة، مدراء ورؤساء الدوائر الذين شرفونا في هذا الحفل، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بالحقيقة يشرفني فأن أرحب بكم أجمل ترحيب، كما يسعدني أن أشكركم على حضوركم وعلى تواجدكم معنا في هذه الليلة المباركة، وهذا يعتبر تشريع منكم لهذا الجائزة ولنا شخصيا وللطلبة الذين سيكرمون هذا اليوم. لا شك أن هذه الجائزة أهدافها وفكرتها كانت من أيماننا بأننا مواطنين لهذه الدولة، ومن الواجب علينا بأن نقدم له الشيء القليل لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير. ورأينا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم الشعوب وتقدم الدول، فوجدنا من الواجب علينا أن ندعم التعليم وأن نساير قيادتنا الحكيمة التي تدعم بالغالي والنفيس في هذا المجال، حتى أصبح شعب دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الشعوب ومن أسعد الشعوب ومن أفضلها تعليميا. بالحقيقة أهني الطلبة والطالبات الذين سيكرمون هذا اليوم وأشكرهم على جهودهم. كذلك أشكر أولياء الأمور الذين هيئوا الظروف لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى من التعليم، وأقول لهم أن هذا ليس يعني نهاية الطريق، بل هذا خطوة في مشوار طويل ينتظركم في حياتكم المستقبلية، ووطنكم ينتظر منكم الأبداع وينتظر منكم التفوق وأحثكم على ذلك. كذلك أحب أن أقول لكم أن هذه الجائزة ستستمر إن شاء الله سنويا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي أحب أن أقدم لها شكر كبير على ما قامت به من تعاون معنا ومن دعم لا محدود، خاصة في هذه الجائزة. كذلك أود أن أشكر معالي حميد القطامي وزير التعليم السابق على ما قام به في عهده في الوزارة، وأشكر أيضا معالي الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الحالي الذي أكمل اللمسات الأخيرة على هذه الجائزة. كذلك أهنيه بمنصبه الجديد وأتمنى له التوفيق في جميع مهماته إن شاء الله.
فالحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى طولة العمر والصحة والعافية لسيدي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهد الأمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. فالحقيقة الشيخ محمد بن زايد هو الداعم الوحيد لهذه الجائزة ماديا ومعنويا، وقدم له شكر وتحية من خلال هذا الحفل المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لراعي الجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي على هذه الكلمة الإيجابية. أدعو الآن سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم لإلقاء كلمة وزارة التربية والتعليم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، شيخ خالد بن طناف المنهالي راعي الجائزة، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أعرب لكم عن تقدير وزارة التربية والتعليم لجائزة خالد بن طناف المنهالي للتفوق العلمي، التي تعد واحدة من المبادرات المجتمعية المتميزة التي تستهدف حفز الطلبة إلى تحقيق التفوق والمراكز الأولى، التي تمكنهم من الحفاظ على مكتسبات دولتنا الحبيبة ومواصلة إنجازاتها التي تشهدها على الصعد كافة، بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. الحضور الكريم، لقد انطلقت جائزة التفوق العلمي برؤية واضحة ورسالة نبيلة تعكس في مضمونها الاهتمام الذي يوليه راعي الجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي بالشأن التعليمي والقضايا التربوية المتصلة بإعداد أبناء الدولة وتأهيلهم للمستقبل، وهو ما يمثل إضافة مهمة لباقة جوائز الدولة التربوية والتعليمية التي تستهدف نشر فلسفة الجودة والتميز في المجتمع المدرسي وفي صفوف أبنائنا وبناتنا الطلبة على وجه التحديد. أن وزارة التربية والتعليم وهي تثمن الإسهامات التعليمية اللافتة لراعي الجائزة وتحيي مبادرته لتكريم الطلبة المتفوقين، فإنها تؤكد أن هذا التكريم بهذه الحفاوة سيكون له الأثر البالغ في حياة المكرمين ومسيرتهم التعليميه، ولا سيما أن طلبتنا يدركون مستوى تطلعات دولتنا واستحقاقاتها للمراكز الأولى في شتى المجالات. إننا في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بنخبة من طلبتنا الأوائل نؤكد على أهمية استثمار أبناء الإمارات لما وفرته الدولة وما قدمته لهم وتقدمه من خدمات تعليمية مميزة من أجل إعدادهم وفق المستويات التي تمكنهم من أداء واجباتهم الوطنية وتحمل مسؤولياتهم المستقبلية، والتي تثق الوزارة في أنهم سيكونون أهلا لها وأجدر على تحملها، وفاء لوطننا وولاء لقادتنا الغالين. ولا يسعني في الختام سوى أن أتقدم بكل الشكر والتقدير باسم وزارة التربية والتعليم إلى راعي الجائزة والهيئات الإدارية والتدريسية في الوزارة والمجالس التعليمية والهيئات التعليمية المختلفة التي أسهمت بفاعلية في تميز طلبتنا، والشكر موصول أيضا لأولياء الأمور الذين حرصوا على توثيق علاقتهم بالمدرسة من أجل تفوق هؤلاء الأبناء والطلبة المتميزون، وكل التقدير للقائمين على تنظيم هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم على هذه الكلمة المحفزة. نبدأ الآن تكريم طلبتنا المتفوقين. أطلب من كل من معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ حسين إبراهيم الحمادي، الشيخ خالد بن طناف المنهالي، الأستاذ عبد الرحمن موسى حمدان أمين عام الجائزة بالتفضل إلى المنصة لتكريم أبنائنا الطلبة المتفوقين. ونبدأ بفئة الأول والثاني من المواطنين على مستوى الدولة في مختلف أنواع التعليم في القسم العلمي والقسم الأدبي. فاتحة الخير مع مريم علي عاشور مراد مصلحي من مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات من منطقة دبي التعليمية. حصلت مريم على 99.92% من القسم الأدبي. وتليها الطالبة مريم عبد الله مصطفى عبد الله بنسبة 99.83%، وينوب عنها أخوها طه عبد الله مصطفى. والآن مع فئة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعليم عام وتعليم خاص، وتشمل هذه الفئة جميع الجنسيات والقسمين العلمي والقسم الأدبي. من مدينة أبو ظبي محمد عبد الحميد قريب الله يوسف بنسبة 98.9%، فليتفضل. من الشارقة بنسبة 96.45% حور محمد الطنيجي ينوب عنها والدها. ومن مدينة عجمان أيضا عبد العزيز نجم مطر بنسبة 97.75%. ومن أم القوين عهود خلفان الشامسي بنسبة 97.75%. ومن الشارقة بيان سويدان بنسبة 95.6%. مبروك لكل الطلبة المتفوقين. أما الآن مع فئة أوائل المواطنين على مستوى المناطق التعليمية القسم العلمي، ونبدأ بعلي سعيد الكتبي بنسبة 98.88%. ومن الفجيرة أحمد السعيد الصريدي بنسبة 99.40%. والآن مع بناتنا الطالبات منار محمد الزعابي 99.11% من أبو ظبي. سهيل عبيد العامري من القسم الأدبي بنسبة 99.2% من العين. تفضل. من أبو ظبي حمد خالد العرفاتي من أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية بنسبة 96.5%. من مدينة العين أحمد السعيد الجنيبي بنسبة 97%. من دبي أحمد عبد الرضا إبراهيم عبد الله غانم بنسبة 98.3%. من رأس الخيمة عبيد يوسف آل علي 96.6%. من الفجيرة حسن علي البلوشي 98.6%.
من أبو ظبي حمدان سيف حياي 96.47%. من رأس الخيمة عبد الله حسن عبد الله الشحي 96.8%. ومن العين محمد سالم الكعبي 96.8%. والآن مع تكريم بناتنا الطالبات المتفوقات. نبدأ من أبو ظبي القسم العلمي منار محمد الزعابي 99.11%. ميرا خلفان ينوب عنها أخوها أحمد من مدينة العين بنسبة 99.63%. وتليها الطالبة من منطقة الغربية أمل محمد حسن عبد الله المرزوقي بنسبة 98.30%. ومن مدينة الشارقة طيف جاسم المراشدة 98.93%. من أم القوين عليا عبد الله علي الشامسي 98.70%. من الفديرة خولة سيف سعيد البدواوي 99.40%. ومن رأس الخيمة حصة إبراهيم الفلاحي 99.58%. ونكمل التكريم مع طالبات القسم الأدبي. سارة أنيس المصعبي من أبو ظبي بنسبة 98.77%. من المنطقة الغربية فاخرة سيف المنصوري 97.48%. من الشارقة مريم علي الحمادي 99.17%. من عجمان خولة جاسم آل علي 97.97%. من أم القوين فاطمة عبد الله الكتبي 98.94%. من الفديرة نورة عبد الله المازمي 99.42%. ومن رأس الخيمة ميثة راشد الشامسي 98.97%. وفئة أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية الطالبة أصالة فضل الجابري من أبو ظبي بنسبة 96.9%. أما الآن مع تكريم الطلبة المتميزين من قبيلة المنهالي. المركز الأول لراشد سالم عمر سعيد المنهالي. عوض مبخوت بن الدويلية المنهالي. فهد محمد جابر المنهالي. عيد كرامة عيد حربي المنهالي. محمد راضي عيايل المنهالي. حمدان محمد صالح المنهالي. حمدان محمد برغش المنهالي. صالح سالم بخيت المنهالي. حمد محسن سعيد المنهالي. وأخيرا وليس آخرا محمد صالح عبد الله المنهالي. هؤلاء الطلبة قاموا بأقصى جهدهم لتحقيق أحلامهم
فهنيئا لهم وألف مبروك أيضا لذويهم وأولياء أمورهم وأيضا أقاربهم على هذه النتائج المسرة، وهنيئا أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة بأبنائها المتفوقين. والآن إلى تكريم خاص لوزارة التربية والتعليم يتسلمه معالي وزير التربية والتعليم من راعي الجائزة. ونشكر جهود وزارة التربية والتعليم لإنجاح هذا الحدث أيضا. وتكريم خاص للشرطة المجتمعية للدور الفعال لما تقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الإماراتي، والجائزة يتسلمها الرائد بهيان حمد العامري. إذن الهيئة العامة أيضا للشباب والرياضة تقدم درع للجائزة ويقدمه سعادة الأمين العام المساعد خالد بن عيسى المدفع، فليتفضل مشكورا. وأيضا جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي تقدم درع للهيئة العامة للشباب والرياضة. إذن تبادل الدروع الآن على المسرح بين الهيئة العامة للشباب والرياضة وجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي. وهذه جائزة أخرى أيضا من الأمانة العامة لجائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للجهود المبذولة. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا لحضوركم ودعمكم لهذه الجائزة، والشكر الأكبر لراعي الجائزة وحاضرها. نراكم إن شاء الله في العام المقبل في الدورة الثالثة لهذه الجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. التفكير في هذا الجائزة جاء من منطلق أيماننا بأننا كمواطنين في هذا الوطن المعطاء رأينا من الواجب علينا بأننا نقدم لو كان الشيء يعني القليل لهذا الوطن الذي يعطينا الكثير. ففكرنا في كيف ندعم كل ما يخدم الوطن والمواطن. في الحقيقة قيادتنا الرشيدة ليس مقصرة وتدعم في جميع المجالات، ولكن هذا واجب أيضا علينا كمواطنين أننا ندعم لتشجيع كل ما يخدم الوطن والمواطن. فما الفكرة جات على أساس وجدنا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم الشعوب وللرقي بدول العالم. فقررنا دعم التعليم في هذه المرحلة الحساسة للطالب في أهم مراحلها الثانوية العامة. فعملنا هذا الجائزة وحصلنا على تشجيع من قيادتنا الرشيدة يحفظهم الله، المتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة يحفظه الله ويرعاه ونائبه، وأخوانه أعضاء المجلس الأعلى للإمارات. كذلك من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي شجع هذه الفكرة ودعمها دعم في الحقيقة معنوي ومادي حتى طلعت بهذه الصورة الذي ترونها اليوم.
الهدف من الجائزة في الحقيقة هو التفوق. نحن نسعى إلى التفوق، هذا الهدف، ونريد شبابنا يسعون أيضا إلى التفوق. هذا هدفنا من الجائزة، هذا الهدف. أولا أحب أن أكد للطلبة الذين مقبلين على الثانوية العامة أن يبذلوا كل ما في أقصى جهدهم وفي التفاني في الحصول على أكبر علامات دراسية حتى ينالوا ما نالوه أخوانهم في هذا اليوم. ونحن إن شاء الله الجائزة مستمرة كل عام بإذن الله تعالى. وكذلك أهني الطلبة الذين تفوقوا في هذا العام، أهنيهم بهذا الإنجاز، وأشكر أيضا أولياء أمورهم على تهيئة الجو لهم حتى وصلوا إلى هذا الموصول. يعني في الحقيقة فيه رجال من رجال الدولة، بالإضافة إلى الجوائز الكبرى الذي يقدمها سيدي رئيس الدولة ونائبه، ولكن فيه ناس أيضا يقدمون جوائز لهذا المشروع، وأنا واحد من ضمنهم. وأدعو أخواني الآخرين أن ينهيوا هذا النهج، لأن هذا يعني في مصلحة شبابنا، وشبابنا هم عماد المستقبل. كلمة أخيرة أحب وجهها، أتمنى من الله سبحانه وتعالى طولة العمر وموفور الصحة والعافية لسيدي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولي عهده الأمين. كذلك أشكر الحضور الذين شاركونا اليوم، ولا أنسى أيضا أن أشكر وزارة التربية والتعليم على كل ما بذلوه من نياح لهذا الجائزة. وأشكر أيضا الوزير السابق حميد القطامي الذي أعطى دافع كبير أثناء تواجده في الوزارة. كذلك أشكر الدكتور حسين الحمادي الذي أكمل هذه المرحلة عندما تولى هذه الوزارة. وأشكر أيضا وزارة التربية على كل ما قاموا به. كذلك أشكر قناة الواحة لتواجدها معنا، ودائما متواجدة قناة الواحة في جميع المجالات. نشكركم كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بتوجه للشكر لقناة الواحة على استضافتنا وتغطيتكم لهذا الحدث المهم. الجائزة صراحة لها خصوصيتها الخاصة. الجائزة هي يعني فيها مواطن جزاه الله الخير حاس بأهمية التعليم في الدولة ونهضتها، ومساهم بشكل كبير وبجوائز متعددة مختلفة، وإضافة خاصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجوائز، فهذا شيء يميز الجائزة هذه إضافة عن الجوائز الأخرى. والشيء الأخير أن ما شاء الله يخص قبيلة المناهيل في جوائز خاصة فيهم، فهذا ما شاء الله يخلق تنافسية شديدة بين الطلاب للفوز بهذه الجوائز الطيبة. هذه الميزة في الجائزة، يعني هو جزاه الله الخير يعني اهتم في القبيلة في البداية، بعدين عممها على الدولة، بس تم حافظ بعد على رعاية الموهوبين المتميزين والمبدعين في القبيلة، وشمل دولة الإمارات كاملة بجميع إماراتها. والإضافة للاحتياجات الخاصة اللي هي فئة تحتاج دعم وتقدير من المجتمع. صراحة وجود هذه الجوائز وخاصة هذه الجائزة يخلي الطلاب يتنافسون على الفوز بهذه الجائزات، والجائزة فيها قيمة مادية طيبة يعني تدعم الطالب، وفي سيارات ما شاء الله، فالتنافسية فيها شديدة. والشيء الثاني فيها أن الجائزة هذه يصير لها دعم إعلامي كبير من بداية العام الدراسي، فكل الطلاب يعرفون عنها ويهتمون فيها ويجتهدون ويثابرون للفوز بالمراكز الأولى لنيل الجائزة. جزاه الله خير الشيخ اليوم صرح أن الجائزة هذه مستمرة وهذه البداية، وأنا نتوقع أن الجائزة مع الوقت والاستمرارية بتتطور وتتعدل إن شاء الله. والجائزة الحين شاملة لجميع الفئات، بس ممكن يعني بالتنسيق مع الأمانة العامة للجائزة والعمل مع وزارة التربية والتعليم في إضافات وتطوير في الجائزة إن شاء الله حتى تكون من أرقى الجوائز. بارك للمتفوقين الطلبة والأولياء الأمور اللي حرصوا على تهيئة الجو المناسب لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذه النسب العالية ما شاء الله. ثاني شيء نشكر الشيخ خالد بن طناف على هذه المبادرة الطيبة اللي هي في مرحلتها الثانية،
والتي أنجزت إنجازات فعالة. العام كانت على مستوى القبيلة، والسنة الحمد لله بفضل الله على مستوى الدولة، ونتمنى إن شاء الله أن تكبر الجائزة هذه، وأن كثير من رجال الأعمال وشيوخ القبائل وهالرؤوس الأموال أنهم يبادرون في مثل هذه المبادرات الطيبة. أنا حاب أشارك أن نبارك أول للجميع، سواء طلبة أو أولياء الأمور أو كذلك شيوخ الدولة، رئيس الدولة وولي عهد الأمين، على هذا التفوق، وأن دولة الإمارات دائما متفوقة وهي دائما في المركز الأول. نحن دائما نسعى لهذا المركز، مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد اللي يحصل على المركز الثاني، نحن دائما في المركز الأول إن شاء الله، الشعب والقيادة.
السلاح أهل المعزة والقطع اللي حول المرتدى عاش الفلاحين وفلاح لما يهابون السلاح أهل المعزة والقطع اللي حول المرتدى رجال ما يشكو وتصور جميع ما خصيتكم أفعالهم عبر العصور أهل الشبور الطايلة سيرتهم عبر الزمن إلها مع العالم ثمن وسد مغرب في اليمن يشهد شهادة حافلة من المحيط للخليج أفعالهم في كل طريق قاموا وقفوا عند الصديق وقفة رجال صاملة الخيل وخيار الجمل بيت الشعب فوق الرمال الطير وسيوف النزال تراتهم من أوله حضر وماضيهم مثل أهل الكرم وأهل القصيد لهم ثوابت ما تحيد بالكامل الله مكمله دولة صنعها من عدم خير وانا اقسم قسم ما ريت مثله في الامم الا عيال العاقله عندي على ذلك دليل اللي تحدى المستحيل خليفه الفت الاصيل فوق الشرايف منزله الشعب حبه والدوا حتى الكواكب في سما والكون كله وما حوى حبه محبه هايله من عز عزه عزنا ومن مجد مجده مجدنا فخر العروبه وفخرنا ورقابنا بالطايله الإسلام دينه وملته سند محمد سنته الحق لا يمكن بته ما يرتضي للجامله ولي عهده للسلام محمد الشيخ الهمام يوقف على كل الكلام والصعب سهل يحلله تعطي يمينه والشمال ما عندها علم ومجال يا غير علام الانوار يدري وربه يمله من خيره الضافي عطى وعقب واجداده قضى من وين بجدامه وطن قصب الاراضي المبحله والختم صلوا على الرسول محمد الهادي البدو لخصها الله بالنزول راياته اللي مرتله عاش الفلاحين وفلاح